برنامج كلام في الصميم. تعد الشاعرة أسماء إلياس صوتا يعبر عن التجربة الإنسانية وتحولاتها. تتميز كتاباتها بقدرتها على مزج الحس الشعري والروايات بالتأملات العميقة حول الذات والمجتمع. وتطمح أسماء إلياس الكاتبة والشاعرة بأن تصبح أعمالها محط اهتمام للقراء الذين يبحثون عن نص يلامس الوجدان. أهلا بك الكاتبة والشاعرة أسماء إلياس من البعنة. أهلا فيك، شكرا جدا على المقدمة الحلوة وعلى الكلام الجميل. أسماء، سأفاجئك بالسؤال قبل أن نبدأ في هذه المقابلة. بهذه الفترة عمليا بدأت الاستعدادات لاحتفالات أعياد الميلاد، كيف هي الأجواء على الأقل في البعنة؟ الأجواء يعني منيحة، بس مش زي السنين اللي مرقت. الوضع السياسي والوضع الأمني والحوادث العنف اللي عم بتصير بالبلاد هي اللي أثرت كثير على الجو السائد، الجو العام مش بس بالبعنة، في كل البلاد. بكفي العنف اللي كل يوم احنا عم نسمعه، القتل والجرائم اللي عمالة تقلق معنا منامنا، ويعني تخلينا ناس عايشين بكابوس مش عارفين نفيق منه ولا وإمتى بده يخلص، ما حدا بيعرف. كيف بدنا نتخلص منه، ما حدا بيعرف. أي نعم. أسماء، بداية سؤال آخر كذلك، كيف تعرفين هويتك الكتابية وما الذي يشكل جوهر صوتك الخاص في الكتابة؟ هوية الكتابة هويتي يعني ممكن أقول عنها إنه أنا رومانسية لأقصى حد. بعدين انتقلت، صرت أنوع وأكتب عن الوضع وعن الحياة، الاجتماعيات اللي عم بتصير، عن الحوادث اللي أكثر هي اللي بتشغل بال كل إنسان. وكتبت عن الحرب، كتبت عن العنف، وما خليت موضوع إلا اتطرقت إله، عن العنف، عن تعنيف المرأة، عن كل إشي كتبت. ممكن تكون يعني كتاباتي هي تقول يعني درس أو سؤال آخر يعني ما الدافع الأول الذي يدفعك لالتقاط لحظة ما وتحوليها إلى نص ورواية أسماء؟ مظبوط، يعني فيش إشي معين، الفكرة لحالها بتيجي. بكون قاعدة بأي وقت، إن كان الصبح ولا العصر ولا بالليل، تيجي على بالي أي فكرة، بتكون محزنة بالذاكرة. أنا بقول الأخبار تيجي على بالي بكتبها دوري يعني. الأكثر إشي اللي بحرك عندي الإبداع أو الموضوع اللي بدي أكتبه، أكثر إشي اللي بشوفه بالأخبار. الأخبار هي بتحرك عندي الإبداع، بتخليني أكتب، يتحرك عندي غريزة الكتابة مجرد يعني تفريغ اللي أنت بتحس فيه واللي بيكون بعقلك مخزن. هل تعتبرين أن الكتابة اليوم ما زالت قادرة على التأثير في المتلقي كما كانت سابقا؟ يا ريت. لو إنهم بس بيقروا، لو إنهم بس بيطالعوا. أنا بنشر بالفيسبوك كل قصة بكتبها، مع الأسف الشديد بس يشوفوا مادة طويلة وكبيرة يخافوا منها، ما بيحبوا يقروا القراءة. مش فاهمة أنا ليه. بتمنى إنه يوم من الأيام يرجع الكتاب صديق كل إنسان. والكتابة والقراءة أنا بعرفش يعني، أنا من لو إجيتنا بتسألني أنا بحب القراءة كتير. هي إشي بدمي، هي إشي أنا خلقت فيه وتربيت عليه. أما إنه يعني سؤال آخر، كيف يتعامل مجتمعنا برأيك مع الإنتاج الأدبي الحديث؟ وهل يقرأ فعلا ما يكتب من روايات ودواوين؟ أنت أصدرت روايات وكتابات كثيرة. أصدرت قصص وخواطر. مظبوط إنه
في ما بقول مش كل في ناس بتقرا، في ناس، انا بس اسمع انسان بيحب القراءة بقول الدنيا بخير، ما زالت الدنيا بخير. في ناس بتقرا بس الأكثرية بقروش، ما بحبوا القراءة، ما بحبوا الكتاب. يمكن التلفون ألهاهن عن هذا الإشي، ألهاهن إنهم يمسكوا كتاب ويقروه، مع إنه قراءة الكتاب كتير متعة، إنك تمسك الكتاب وتشم ريحة الورق. أولاً التلفون أو أي شاشة بتخرب العينين. الكتاب لو قرأت منه 100 صفحة عينك ما بتتأثر. بتأمل إنه يرجعوا كل واحد يمسك الكتاب يوم من الأيام ويرجع يقرأ. سؤال آخر، كيف تتعاملين مع النقد سواء كان نقدا أدبيا متخصصا أو آراء القراء على وسائل التواصل مثلا؟ بالعكس أنا النقد هذا إشي ما بزعل منه، بالعكس بيعلمني. أنا ما وصلت لهون إلا من النقد البناء اللي هو خلاني أتعلم. اتعلمت كتير. أنا خلصت في ثامن على فكرة، ما خلصت ثانوي ولا جامعة. أنا تعلمت من الأساتذة اللي كانوا هن دائما على، يعني دائما مطلعين على كتاباتي، والقصص اللي أنا كتبتها يعني نقحني إياها أستاذ فيصل الأسدي من دير الأسد، بوجه له شكر عميق. أستاذ محترم وأستاذ أنا برفع له القبعة. سؤال آخر، في ظل عمليا التطور السريع في الإعلام الرقمي، هل تغيرت طريقة تلقي الجمهور للشعر للروايات من وجهة نظرك؟ ممكن كثير، ممكن جدا إنه يتوجهوا بس الشاشات. الكتب قليل جدا ما بشوف حدا ممكن يشتري كتاب من مكتبي. أنا مرة رحت على الناصر ودي على المكاتب أخذت كم كتاب من الكتب اللي أنا عملتن، قولوا لي، بقول لصاحب المكتبة يا ريت يفوت حدا يطلع على الكتب ويشتريها. مع الأسف هذا إشي بحزن. بالفعل. حدثيني عن تجربة أسماء، تجربة أو حدث شخصي ترك أثر واضحا في كتاباتك. قصة معينة أو رواية أو أمر ما، يعني هيك ترك أمرا ما بك. أكثر إشي الحرب اللي صارت والمجاعة والوضع اللي كان بهاي السنتين اللي مرقوا. ذكرت كذلك موضوع كذلك في إحدى رواياتك، موضوع قضايا المجتمع العربي مثل قضية العنف في إحدى كتاباتك، صحيح؟ قضية العنف أكيد هاي كثير أثرت علي. هاي أكثر، يمكن أكثر قصة بحياتي أنا توجهت لها بأكثر من قصة، وحاولت أضع حلول منطقية. ليش مثلا البلديات أو المجالس بيعملوش فعاليات للشباب؟ هاي الشباب الضايع اللي مش عارف ايش تعمل بحياته ليه بتوجه الواحد للعنف؟ لأنه عايش حياة فارغة، حياة ما فيها ايش يعمله غير انه يدور على الربح السريع. من وين بده يجي الربح السريع غير إذا كان من شيء غير قانوني؟ يعني مثلا البلديات لو بيعملوا فيش بلد فيها مركز جماهيري ولا بلد. احنا عندنا مركز جماهيري وعندنا مكتبي. لو ان المدارس بتدعو هالشباب هاي انهم يجوا يشتركوا فعاليات فنية موسيقية مسرحية اي رياضية اي اشي، صدقني العنف ما بيودي له مكان. لازم نسوي أبنائنا بهاي الطريقة، لأنه الأبناء حرام ضايعين، واللي عم بيموتوا واللي عم بنقتلوا مالين الذنب ولا أي ذنب بالمرة، بيموتوا هيك بالخطأ. ولد فايد يشتري من سوبر ماركت يعني أنينة مشروب بارد، يعني تيجي رصاصة تضرب. يعني هذا إشي بحزن. أنا كتير بكيت، أنا كتير زعلت وكتير انقهرت. بالفعل
هذا الأمر يقلقنا جميعا. هل لديك طقوس معينة أثناء الكتابة تساعدك على الدخول في الحالة الشعرية أو الكتابية أسماء؟ الحالة بتيجي الحالة زي تقول يعني إلهام بيجي على الراس وتبدأ الكلمات تتدفق مثل الشلال. الحالة بتيجي الكلام ما فيش يعني الحالة هيك. الكتاب والمبدعين أو الفنانين الرسامين يعني الإلهام لحاله بيجي، بقول لك فلازم تقعد بهاي اللحظة وتكتب أو ترسم أو تعزف أو أي حالة من حالات الفن. سؤال آخر، ما المشاريع الأدبية القادمة التي تعملين عليها مستقبلا عمليا سمراء؟ مستقبلا بفكر أكتب مسرحية أو فيلم، كمان لازم أكتب فيلم يكون فيلم يعني اجتماعي. عم بفكر في الموضوع بعد ما وصلتش للموضوع اللي أنا لازم يكون موضوع قوي يعني يشد إذا أخذه مخرج منتج. يعني هذا مقعد على البحر، هذا فيلم كتير رائع جدا جدا لأنه اجتماعي. بتمنى إنه يوم من الأيام إنه يتوجه لي أي منتج يقول لي أصلا بدي الفيلم عشان أعمله، أتمنى. الشاعرة الكاتبة أسماء إلياس من البعنة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، أهلين، مع السلامة. مشاهدينا إلى